بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حد سألني عن أكاديمية بافلوف، اللي هي أكاديمية بافلوف سان بطربرغ جосударственный медицинский университет. بيتربورغ فيها 3 كليات طبية: بيرفي ميديسينا، وفتروي تريتي. بيرفي اللي هو بافلوف، فتروي اللي هو سكند ميشنيكوف، الثالث اللي هو البيدياتريسكي أكاديميا، ودلوقتي اعتقد بقى يونيفرسيتيت، تحول من اكاديميا يمينة الى جامعة دلوقتي. باختصار ال3 كليات ممتازة، وهمسك بافلوف شوية اتكلم عليها. انا حضرت بافلوف التحضيري. بافلوف في منطقة اسمها البتروجرادسكيا، دي منطقة من المناطق القديمة زي التحرير كده، وزي المناطق المعمار الأوروبي. الكلية الديكانات اللي هو الدين اللي هو عميد الكلية أو العمادة بتاعت الكلية موجود في البتروجرادسكي رايون جنب المترو بتروجرادسكي، حوالي على النابريجنيا كانال، حوالي 5 دقايق بيشكم على قدميك. على له أعتقد 6 أبشيجيتي، 6 سكنات جامعية. في 2 في البتروجرادسكي رايون، وفي 1 في البيانيرسكايا، ده منطقة تانية. في 1 في تشورنياريشكا، منطقة تالتة. وفي 1 اعتقد في النفسكي في الازركي، منطقة تالتة، منطقة رابعة. السكن الجامعي كله من النوعية الجديدة، اللي هو غرفة وبيخدم عليها غرفتين، يعني سكن جامعي او شقق جامعية. وفي اللي انا كنت سكنت فيه بس زمان، يعني كان اللي هو الطابق كامل وحمام واحد ومطبخ واحد وكلام زي كده. لكن دلوقتي برضو ما توتر ويعني رأي العين انه بقى السكن نظيف وكويس. كلية التحضيري، انا حضرت كلية التحضيري وكملت في ميشنيكوف. كلية التحضيري من اقوى كلية التحضيري اعتقد، اللي هي موجودة في عموم روسيا. بندرس احياء، وبندرس كيمياء، وبندرس فيزياء، وبندرس لغة روسية، وبندرس تاريخ روسي. المدرسين والماتيريال اللي هو الماتيريال المقدم من احسن الماتيريال تعليم اللغة الروسي، الادبي والعلمي، تعليم اللغة الروسية، اللغة كلغة وتعليم العلمي. كانوا بيوفروا ايامينا، وده اعتقد ان هو النهج ده لسه موجود. رحلات، رحنا بيترجوف، ورحنا متاحف الارميتاج، ورحنا زيارات كنايس، يعني كجزء من التاريخ الروسي يعني. الجروب اللي انا كنت فيه كان معانا 1 ارجنتيني، واحدة اردنية، 3 هنود، وانا 1 مصري، وكان معانا 1 كويتي. المدرسة اللي كانت بتدرسنا كان التدريس باللغة الإنجليزية، كان تدريس قوي، منهج قوي، امتحانات، أسلوبهم متعاونين جدا، بياخدوا بيدوا، فما كانش فيه أي عيوب في هذا الأمر. بالنسبة بقى لكلية الطب، احنا يمينا كان موجود 1 كان رئيس المركز الكلى وجراحة الكلى، كان 1 أصل عراقي. انا الدكتور اللي كان سجل لي كان دكتور علاج طبيعي، اعتقد ان هو دلوقتي مش بينا، يعني ان هو انتقل للرفيق الاعلى. كان دكتور عراقي. دلوقتي في كتير من زمايلي اللي في دفعتي تقلدوا مناصب عليا ومناصب رفيعة في الكلية دي، من ضمنهم الدكتور ايمن ابو عيدة، دكتور فلسطيني بقى من ابرز، بقى رئيس قسم جراحة المسالك هناك. مفيش تواصل بسبب يعني البعد والمسافات والزمن، بس هو راجل على ارقى ما يكون من الخلق، وارقى ما يكون من انا قصدي اقول لكم ان مجال حتى ان انت تتطور. هو طبعا لانه اتجوز روسيه واقام هناك وخد الجنسيه، واصبح له حق الترقي والترقي الوظيفي وكده. فالكليه نفسها بتديك حق ان انت تبقى تطمح وتحلم وتتفائل وتتقدم وتعمل ابحاث وتحضر مؤتمرات. اللي يقول لك روسيا، اللي يقول لك مصر، قول له مصر انت، ليس نقيصة من مصر. ولكن انا بقول لكم على حاجة تانية، بقول لكم على مستوى تاني. بقول لك ازاي تبقى تتقدم في الحياة وانت ابوك مش رئيس قسم، ازاي تتقدم في الحياة وانت ابوك مش مليونير، ازاي تتقدم في الحياة وانت ابوك ما يعرفش مجلس شعب، ازاي ما يعرفش عضو مجلس شعب، ازاي تتقدم في الحياة ويصبح لك مكان في الحياة وشأن في الحياة بمجرد ان انت عندك إرادة وتصميم وعزم فقط. دي الدول اللي بتدي للإنسان حق. بالنسبة
لدراسة الطبيب في بافلوف، وزيه ميشنيكوف. وإن كنت بقول إن ميشنيكوف في الجزء النظري أضعف شوية من بيتر من بافلوف، وإن كان الجزء العملي في ميشنيكوف، لأن أنا حضرت الجزء العملي، جزء طيب جدا 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 وعلى نفس القدم والساق. يعني هو الاختلافات اختلافات طفيفة، لأن بيتربورغ مدينة أوروبية. احنا كان معنا طلبة من أمريكا اللاتينية، من فنزويلا ومن البرازيل ومن الأرجنتين. كان معنا ناس من الدول، بيجي بيتر ناس يدرس فيها مسرح ويدرس فيها ادب ويدرس فيها. انا شفت ناس من بريطانيا وشفت ناس من امريكا وشفت ناس من فرنسا، شفت ناس من اوروبا الشرقيه، من بولندا ومن المجر، من رومانيا، من اليونان، شفت من جميع الدول العربيه، من السعوديه، من الكويت، من تركيا، من الصين. فبيتر كمدينه مدينه عالميه، لا تقل عن باريس، لا تقل عن امستردام، لا تقل عن فينيس، لا تقل عن روما، تاريخا وروعة وجمالا ونظافة وهدوءا ورقيا وشعبا وحضارة وتقدم وطيب نفس وشعب ممتاز ممتاز ممتاز. البلد قريبة من أوروبا، البلد قريبة من البريبالتيك، استونيا، مولدافيا، ليتوانيا. البلد قريبة من نرويج، سويدن، فنلند، دنمارك، دول الاسكندنافيان كونتريز. البلد منفتحة، بلد نظيفة. البلد فينيسيا أخرى، بلد فيها أكثر من 342 موست جسر. البلد أنت بتتنزه في ربع من ربوع واعذروني الجنة. التعليم الكلينيكال اللي هو الجزء العملي، كل مستشفى وليها البازة بتاعتها، سواء كانت مثلا زجرت بره او ليها البلنيتسات، المستشفيات اللي تابعه ليها، اللي بتتعلم فيها وبتاخد النبطشيه وبتتعلم الحالات وبتمارس الحالات وبتقدم الهيستوري بتاع الهيستوريا باليزن، الهيستوري بتاع المرض بتاع المريض. ليها الاساتذه اللي بيشرفوا عليك، ليها الاخصائيين اللي بيشرفوا عليك، ليها البروفيسورات اللي بيوجهوك. ما بتبقاش لوحدك، ما بتبقاش نازل زرع بصل. سهل التعرف عليهم، ما هماش حاسين ان هم انصاف الهه، مش نازلين من السماء، بشر عادي زيك زيهم. هتلاقي تخلص انت الزنياتي بتاعك، الشغل بتاعك، تلاقيهم معاك في المواصله، تلاقيهم واقفين معاك في الرينك في السوق، تلاقيهم بيشتروا نفس الحاجه اللي انت بتشتريها، ممكن تلاقيهم في نفس السكن، ممكن بيتكلموا، مش محتاج تقول له سعادتك وجنابك ونيافتك وعظمتك. انسان زيه زيك، بيتعامل معاك زيه زيك، بيشتري زيك، بيضحك زيه زيك، بيحضر. لو رحت تروح ديسكوهات بيجي يروح ديسكوهات زي زيك. لو بتروح باليه في البالشوي بروسبكت في الجنب الكليه بتاعتك، بتلاقيه بيحضر معاك. لو رحت سيرك تلاقيه بيحضر الشو معاك، بيضحك معاك ويزعل معاك ويتفاعل معاك. عندك حاجة هيزعل لك، عندك عذر هيسمح لك، عندك صعوبة هيساعدك، هيتواصل معاك. تعامل الإنساني، بشر مش آلهة تمشي على قدمين، مش مضطر تخدم، مش مضطر توطي، مش مضطر تتذل، مش مضطر تشيل شنط، مش مضطر تعمل شاي. انت بني آدم، هتعمل الحاجات دي بحب بعد كده، لأنه هتحس ان هو أستاذك. من علمني حارة فانصرت له عبدا. اللي بيعلمك تمسك المشرط وتفتح أول جرح، اللي بيعلمك اول سماعه تسمعها وتسمع صوت القلب الطبيعي وصوت القلب اللي مش طبيعي. انسان لا بيمن عليك، بيديك، بيرشدك، بيمسكك بطريقه يوديك لاول الخط. في نواقص. عاوز تشتري هتلاقي اللي يشتري لك، عاوز تزبلط زي ما بيقولوا باليمني هتزبلط، عاوز تسنكح هتسنكح. لكن ده موجود في بلدك. لكن احنا لا يصح ان احنا ندعي الشرف، لا يصح ان احنا ندعي الشرف في بلاد اخرى. ما يجي حد يقول لي لما يكون بافلوف واخد 1904 جايزة في الارش اوف ريفلكسولوجي، نظرية الكلب واللعاب وخلافه. هاتي ميه يا بنتي مشروب، بنتي على طول قدام. شكرا، كنت عطشان من كتر الكلام. 1900 ايفان بافلوف خد ريفلكسولوجي. ميشنيكوف 1908 في نظرية في المناعة. ويجي يقول لي بعد كده القصر العيني، يقول لي عين شمس، اقول لك امك اسمها شمس. عفوا يعني، عذرا للتدني، بس انا بتكلم مستوى تاني، مستوى تاني من الحضاره، مستوى تاني من التقدم، مستوى تاني من الانسانيه، مستوى تاني من الطموح، مستوى تاني من الحياه، مستوى تاني من الرفعه. كل ما عليك انك تصبر وتذاكر وتتقدم وتعافر وتتعب وتعرق وتعيش حياتك برضو كإنسان، دون أن تهان كرامتك، ودون أن تذل، ودون أن أنت تدفع 4 مليون جنيه عشان تاخد رسالة، ودون أن أنت تضيع حياتك وأنت بتاخد مواعيد وبتروح وتيجي من غير ما تروح وتيجي، من غير ما تلاقي تحصل شيء.
لان انت الاساتذه هنا كلهم عندهم امراض نفسيه، بقول كلهم عندهم امراض نفسيه، يا اما معظمهم ان غساله، يا اما معظمهم اتربوا ان هم انا ربكم الاعلى. فبيتر وبافلوف وميتشنيكوف وبيترجيسكا اكاديميا او يونيفرسيتيت تديك فرصه ان انت تبقى بني ادم وتتقدم وتحاول وتلاقي نفسك. كل مطلوب منك فقط اتكال على الله، اخذ بالاسباب، بذل مجهود، واطمح واحلم زي ما انت عاوز، وربنا يكتب لكم الخير. السلام عليكم.